وبعد تحية العلم على نغمات النشيد الوطني ووسط هتافات وتصفيقات آلاف الجماهير التي ملأت جنبات الملعب لتتبع هذا العرس الكروي بين فريقي المغرب الفاسي وأولمبيك أسفي، تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد أعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وطاقم التحكيم ومسيرو ولاعبو فريقي المغرب الفاسي وأولمبيك أسفي. وبعد أخذ صور تذكارية للفريقين وطاقم التحكيم، أعطى سموه الانطلاقة الرسمية للمباراة قبل أن يلتحق سموه بالمنصة الشرفية لتتبع أطوار المباراة. وتميز اللقاء باحتفالية كبيرة من طرف الفريقين تفاعل معها بشكل كبير ومتواصل الجمهور الغفير الذي تابع المباراة والتي انتهت لصالح فريق المغرب الفاسي. الهدف الأول كان لصالح الفريق مع بداية المباراة وجاء عبر اللاعب دي جي غيزا، فيما عدل في الشوط الثاني لأولمبيك أسفي المهدي النملي من ضربة جزاء. نتيجة التعادل حتمت على الفريقين لعب الشوطين الإضافيين، في أولهما أضاف فريق المغرب الفاسي الهدف الثاني إثر ضربة ثابتة نفذها بنجاح جيجي غوزا. النتيجة وضعت فريق المغرب الفاسي بطلا لكأس العرش في نسخته 59. وفي أعقاب المباراة التي اختتمت في أجواء احتفالية، سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد كأس العرش لفريق فتح سطات المتوج بلقب كأس العرش لكرة القدم داخل القاعة، وسلم كأس العرش لكرة القدم النسوية لفريق الجيش الملكي. وتسلم في الأخير فريق المغرب الفاسي لقبه الرابع لمنافسة كأس العرش.